السلام عليكم خواتاتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كيف دايرين مع هاد الصهد وهاد الحراره؟ وبالنسبه للبنات اللي عايشين هنا في مصر، كيف دايرين مع القطيع ديال الضوء؟ قولوا لي واش بحالنا ولا لا؟ حنا راه متنا كيقطعوا علينا الضوء بزاف هاد الشهر، عذبونا. كيف ما قبل ما نبداو اخوتي الفيديو بعدا نصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كيف ما كتشوفوا معايا اخوتي، جبت لكم فيديو جديد. وتهتمي بشعرك وبالبشره ديالك، جبت لك واحد الوصفه اللي هي سهله ومعظم البنات عارفينها، اللي هي زريعه الكتان او بذور الكتان. كيف ما كتشوفوا معايا، يعني كتخليش يعني مجربينها، ماشي جينا الاغلبيه مجربين هاد الوصفه، كل الطريقه ديالو. انا جبت لكم طريقه سهله ماهله، ما فيهاش كثره الزيوت، كتبقى حط فيها كثره الزيوت والكريمات، لا هذه سهله متواجده، يعني الحاجه متواجده في الدار. كيف ما كتشوفوا جبنا كسرونه اللي كتشوفوا معايا دابا في كيسان، واحد 2 معالق، غديري على القد، واحد 2 معالق ونص ديال زريعه كتان او بذور كتان، وكاس الماء. انا ضفت 2 كيسان ديال الماء، ضفت كاس وما صورتوش. غنضيف هاد المعلقات ديال بذور الكتان او زريعه الكتان، غنضيف عليها 2 كيسان ديال الماء، وغنخليها رفعها فوق البوطه او البوطاغاز، وتخلوها حتى تحصلوا على السمك اللي نتوما بغيتوه. ها نتوما معايا غتشوفوا، انا حطيت لها 2 الكيسان غير ما صورتش. هيا نزلتها فوق البوطه. وصفه زوينه وسهله، نتمنى تعجبكم اخواتاتي. هي ملي كتغليها فوق البوطه كتحصلي على القوام اللي انت باغيه. واخا الشعر يكون ناشف، بالنسبه اللي عندها البنيات الصغار يعني كيتعبها تمشط شعر بناتها، ديري مع هاد الوصفه ما دغيا ما تعدوش في المشيط ديالهم، كتسهل المشيط وكل شيء زوينه. وان شاء الله منها ان شاء الله غنعمل معكم وصفه الوجه، كتجبد الوجه ضد يعني ضد التجاعيد، وكتخلي الوجه زوين. كيف ما كتشوف معايا، هنا كنصفوها من حصلنا على القوام اللي بغينا. خاصها تصفيها سخونه، اما الا خليتيها حتى بردت ما تصفاش لك. نتوما عارفين زريعه الكتان او بذور الكتان ملي كتبرد كتولي ثقيله، ما تصفى ما والو، خاصها تصفى سخونه. هنا غناخد واحد 3 المعالق باش نديروها للوجه. شفتوا القوام كيف داير؟ قوام زوين يعني ما شاء الله. هي يعني ما بالنسبه للناس اللي كيعملوها راه ما نقولش لكم، راه عارفينها زوينه. شتي هادشي علاش خاصها تصفى سخونه، الا ما تصفاش سخونه غتعمل لهم بحال هكا وما غتصفاش. هنا غناخد 2 المعالق، 3 المعالق عفوا. المهم حساب الوجه اللي غتعملي، غنحطو وغنخليهم على جنب. وغندوز العنصر الثاني اللي غنضيفوه على الجيل ديال زريعه الكتان. الزيت انا عملت اللي متوفر عندي، زيت الزيتون، سالا ليا زيت جوز الهند او كتقولوا ليه زيت الكوكو. من الاحسن عملوا زيت الكوكو. علاش؟ زيت الكوكو تيخلي ريحه زوينه، واخا ما تغسليش شعرك عدهنيه عادي. زيت الزيتون نتوما عارفين شويه فيه الريحه، ما غاديش تستحملوه. ولكن حتى زيت الزيتون جا زوين، ما يعني خصوصا الزيت الزيتون اللي ما تكونش فيه الملحه، كيكون طحون على اليد. انا عارفه ما شاء الله المغاربه عندنا ما شاء الله الزيت كتكون حره ما شاء الله. كنخلطوه معاه صافي، وكديريه لشعرك. انا من الاحسن
جوز الهند، جوز الهند او كوكو زوين، فيه ريحه زوينه وكلشي. المهم ده كتعملي اي زيت متوفر عندك، اي زيت متوفر عندك كيمشي معاها، زوين، ساهله، ماهله. هنايا دوزت 3 معالق او جوج اللي خديت منجيل، عفوا، بذور الكتان. غنزيد نضيف عليهم واحد المعلقه مايزينا او النشا، مايزينا والنشا زوينه الوجه. هذه بعد ما خلطناها، بعد ما ندمج الزيت مع هذه مع الجيل ديال بذور الكتان، بصراحه غزاله. يعني ديريها، يعني الا كانت بزيت الكوكو ما تحتاجيش تغسليها، نتوما عارفين الكوكو ريحته زوينه، زيت الكوكو ريحته زوينه. هنا بعد ما دمجنا مايزينا او النشا مع الجيل ديال بذور الكتان، جيت نطبقو على يدي. بصراحه كيخلي البشره زوينه، واخا انا مازال ما خليتوش نشف في يدي، ما عارفين مع الحراره وهذه بصراحه ما كنستحملوش. يعني كيبين لك الفرق على التليفون، ما التصوير ديالو عيان داكشي علاش ما بينش لكم الفرق بزاف. هكا كديريها لوجهك، يعني كدلكي وجهك يعني دائري، عارفين يعني كلشي عارف. كتعملي دائري تخليه حتى ينشف، حتى ينشف غتحسي بالوجه ديالك كيتجبد، يعني ضد التجاعيد، وكتخلي الوجه زوين، يعني كتخليها كتعطيه واحد اللمعه كيف ما كتشوفوها. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو الخفيف ظريف. الى فيديو قادم ان شاء الله.